السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض فيديو صينيه بطاطس. والنهارده رحت عند الفرارجي جبت منه نص فرخه، بس ما اكدبش عليكم، وقلت اعملها بقى لولادي مفاجاه، وقلت اوريكم ازاي هعملها ان شاء الله. فعملت ايه؟ قطعت بطاطس شرايح وهحطها في الصينيه، وهرص عليها نص الفرخه. يلا فرح بقى، النهارده عندنا فراخ. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تبلت الفراخ، غسلتها وتبلتها وحطيت عليها فلفل اسمر وبهارات وبابريكا اللهم صل على النبي وملح، وبشرت بصلايه. وهو ده شكلها بعد ما عملتها. وهنحط الصوص بتاع البصل على البطاطس، وهوريكم شكلها. هحطها من فوق شويه على البوتاجاز، وبعد كده ادخلها على الشوايه. بعد كده اوريكم شكلها بعد ما تخرج ان شاء الله. اهو يا حبايبي، رجعت لكم اوريها لكم على هوايه على البوتاجاز. وما تحطيش ولا سمن ولا زيت، هو الفراخ هتنزل الدهون اللي فيها وخلاص. وشويه كده ان شاء الله ادخلها على الشوايه واوريكم شكلها برده بعد ما تخرج. اهو يا جماعه، رجعت لكم تاني بعد ما الصينيه خلصت. صلوا على النبي يا جماعه. وده شكلها النهائي بعد ما خلصت. بصوا شكلها عامل ازاي، بصوا شكلها ما شاء الله جميل. صلوا على النبي حبايبي، وادعوا لي بقى قبل ما اجيب فرخه ان شاء الله المره الجايه، هدمر الدنيا. ما تنسوش بقى يا جماعه تتابعوني على التيك توك وتشوفوا كل وصفاتي، واللي عايز حاجه برضه يبعتلي في التعليقات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.